السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. انا هشمر كده علشان الموضوع عايز قعده. لا بجد عايز قعده. احنا وصل بينا الاستهتار والمهزله والسخريه لهذا العبث. بجد يعني انا عايز افهم، يعني حد يعني يفهمني الوضع. يعني ايه التايم لاين والناس بتتكلم بالاكواد؟ ليه حضرتكم مش عارفين تتكلموا بالعربي؟ حد يفهمني يعني ايه يعني ايه الاقي العالم كله النهارده صحيوا اكواد؟ يعني ايه اكواد؟ مش فاهم. او خلاص حضرتك اتخرست؟ حضرتك اتخرستي؟ يعني انا مش فاهم في ايه يا جدعان. فجأة التايم لاين والفيس كله والناس كلها اكواد. يا جماعه قمت منزلت منشور، يا جماعه فهموني، اصل انا مش فاهم، معلش يا جماعه، اصل انا سني كبير، اعتبروني عجوز، فانا مش فاهم اللي بيحصل. الاقي ابص يقول لك ايه، اسمعوا معايا علشان يعني ايه تاخدوا المعلومه ببهارزها. يعني بجد والله بجد. لقيت صديقه اسمها نور عبد السلام بعتها لي الاكواد. فالاكواد كالاتي: اي 901 اي لاف ايه، 902 اي لاف بي، 903 اي لاف سي، لها كذا لغايه اخر ال 28 حرف من الاي للزد، من 901 ل 924 تقريبا. طبعا انا بكلمكم قدام الشاشه علشان اقدر اتكلم في الموضوع الغريب. يا نهار ابيض. طب وحضرتك مش عارف تقول اي لاف ايه؟ ولا انت مش عارفه تقولي اي لاف اس او اي لاف؟ انا بحب مثلا يعني. وبعدين بتخاص قوي لما يكون بيتكلم عربي وفي النص كلمه انجليزي. استاذ محمد عبد الهادي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا دكتور احمد؟ والله كيف الحال ده انا اتخنقت. انا قسما بالله العلي العظيم انا هقولها النهارده. انا مأجلها بقالي فتره طويله ونفسي ما اطلعش اتكلم فيها علشان احنا في مهزله، بس هقولها وامر لله. شابوه وتحيه كبيره لملوك العالم. هتيجي تقول لي ملوك العالم مين؟ هقول لك ولاد العم. عارفين طبعا ولاد العم، صح؟ دول اللي ماسكين العالم، صح؟ عرفوا يلعبوها، صح؟ عرفوا ازاي يخليكم مدمنين تليفون، عرفوا ازاي يسفهوا الادمغه دي، يخلوها تافهه، عرفوا ازاي ان ما يبقاش عندك اصلا ثقه بالنفس ولا شخصيه، وضاعت هويه المجتمع العربي. بجد قسما بالله شابوه للاذكياء، ودول اذكياء بشكل غير طبيعي. استاذ محمد عبد الهادي بيقول هو ايه الموضوع؟ هقول لك حضرتك. انا لسه داخل ما فيش من نص ساعه على الفيس، طبعا موجود بس على فترات يعني. فالناس كلها بتتكلم على اكواد وارقام. انا مش فاهم اكواد ايه وارقام ايه. فنزلت منشور: يا جماعه لو سمحتوا فهموني ايه حكايه الاكواد والارقام دي، ما اعرفش يعني ايه اللي بيحصل، مش فاهم. فلقيت البهوات تم اختراع ان من 901 ل 900 باين 24، بمعنى ان اي لاف ايه. يعني 901 رقم 901 يعني انا اي لاف ايه، يعني انا بحب حد اسمه ايه او بدايه حرفه ايه. 902 اي لاف بي، يعني بدايه حرف من اسمه بي، وهكذا. شفتوا مدى السخريه والاسفاف اللي احنا فيه؟ طب يعني انا عايز اسال سؤال، استاذ الجميل المحترم المبرمج والمغني الراب من المنيا باسم الايميل ايه، وفيلنس فلوك. ماشي يا عم، ما تتكلم عربي او اكتب اسم واضح. انت غريب قوي يا هاني انت. طبعا انا بنكشك يعني. الحوار ده مستفز قوي الصراحه يا دكتور. هو حوار انا عشان كده انا بقول تحيه كبيره لاولاد العم. بجد عرفوا ازاي بيقول وفيلنس فلوك بيقول اخوك ابو حميد. هي شرفني، وانا ابو حميد برضه على راسي. نكمل الموضوعنا لان احنا في اسفاف. يعني انا عايز اسال سؤال: ايا كان مؤهلك، ايا كان شخصيتك، ايا كان مستواك الاجتماعي، ايا كان مستواك الثقافي،
بتتكلم مع ناس بالعربي. برضو ضايقني النهارده في حوار ممتاز رائع، رئيس جمعية مصطفى محمود للفلك، فعاملين فيديو حلو جدا لاتنين شباب بيتكلموا معاه، بس الموضوع بقى منتشر جدا. فالنهارده بيتكلم، فكل جمله يقوم حاطط فيها كلمه انجليزي، كل جمله يحط فيها انجليزي. الراجل محترم جدا، موضوع محترم جدا، لكن انا عايز افهم انت مصري ولا عربي؟ ليه بتحط كلمه انجليزي في النص؟ ما تتكلم عربي عادي، يعني ايه المشكله؟ يعني هيحصل لك بواسير مثلا لو اتكلمت كله عربي يعني؟ دي نقطه. النقطه الثانيه والاهم، لو جينا حطينا الموضوع بالعكس، يعني الاجانب بيقوموا متكلمين انجليزي وبعدين في يحطوا كلمه عربي، ما اظنش. احنا اللي بنستخف بالناس. نفس الموضوع اللي بيحصل دلوقتي على موضوع الارقام والاكواد. يعني حضرتك مش عارف، او حضرتك مش عارفه تقولي اي لاف سمير، ايه لازم تقولي كود 914. يعني يعني مكتوب هنا 914 اي لاف ان. يعني حضرتك مش عارفه تقولي اي لاف نورا مثلا؟ ايه اي لاف ان دي؟ يعني هو انتوا خرس مثلا ولا ايه اللي حصل لكم؟ يعني الوعي والادراك راح، ما عادش فيه مخيخ هنا بجد. انا عايز افهم انتوا مالكم. انزل كده يوم العيد، عيد الفطر اللي فات ده او عيد المسيحيين اللي كان قبله، شوف كميه العيال التافهه اللي على الكورنيش ولا في وسط البلد. ايه ده؟ ايه ده؟ ولابسين لبس غريب. دول لو دول يأموا بالأمة العربية أو المصرية أو المسلمة أو أيا كان دينك ولا حضارتك ولا أيا كان، دول يأموا ببلد؟ دول انتوا مجانين، وقاعدين على الكورنيش عمالين يعملوا كده وكده. ايه ده؟ ايه ده؟ فيديو انتشر امبارح، شوية عيال والله 14 سنة وعاملين ركنة كده، ركنة في التحرير، ركنة ما تتعداش 2 في مترين في مترين، عاملين اللي هو الكوتش السكيت ده، و يعني بيأجروه بيلعبوا بيه. لو واحد غلط غلطة رجله اتكسرت، لو زاد شوية في الشارع مات، عربية تيجي تشيله. ايه كمية السخافة فين الأهالي؟ يعني أنا عايز أفهم فين الأب والأم بتاع العيال دي؟ ولما يبقى تيك توك ولا كواي ولا بيجو ولا 50 برنامج على النت، حتة عيلة ما تتعداش 12 سنة تقول لك اوت فيد. ايه اوت فيد دي؟ يعني انا عايز هو انت هتعملي عارضة ازياء؟ انت يا ام 12 سنة انت تطلعي تعرضي جسمك وتقولي البادي ايه وجاي منين؟ ايه كم الاستخفاف ده؟ فين الاهالي؟ الاهالي بيعملوا ايه؟ فين الاب؟ فين الام؟ فين عم؟ فين خال؟ فين ام العيله دي؟ استاذ محمد بيقول للاسف دي ثقافه جديده والشباب كله كده كلام عربي وانجليزي. ما انا بقول لك، انا دخلتك كذا موضوع، في النهايه شابوه لملوك العالم. مين ملوك العالم؟ اللي انتوا عارفينهم واللي انا عارفهم، ولاد العم. ولاد العم دول هم اللي ماسكين الاعلام والجرايد والتلفزيون والبنوك، واللي ماسكين كل حاجه ماسكين كل حاجه في العالم. وده اللي وصل بينا المهزله اللي احنا فيها دي. انتوا ايه؟ يعني انا عايز افهم، العالم العربي ده ضاع خلاص؟ ايه يعني؟ انا عايز افهم ايه يعني؟ ايه؟ انا بجد انا مجنون من اللي بيحصل ده. انا الناس هيجي لي جلطه والله العظيم بسبب اللي بيحصل ده. لا اهالي نافعين ولا عيال نافعين ولا مجتمع نافع. الله يخرب بيت ابوكم. استاذ ابو حميد بيقول مش بعيد تلاقي الاب والام هم اللي قالوا لهم يعملوا كده. والله ممكن. مسكوا واحد في قضيه من يومين، اترين اللي بيصورها وهي لابسه مش عارف ايه، وفي البلكونه اللي كان بيصورها ده طليقها. رجعوا لبعض علشان الفلوس اللي بتاخدها من التيك توك، وهي كانت لابسه لا مؤاخذه يعني جلابيه شفافه وحاجات كده يعني، فبتكسب فلوس من التيك توك وهي بتتعرى وهي بتنظف الشقه والكلام الفارغ ده.
ناخد اخر جمله بيقولها. قالوا لهم يعملوا كده، الجيل الجديد ده جاي لي صداع نصفي والله، ربنا يلطف بينا. والله ان كان هيجي لك صداع نصفي انا هيجي لي جلطه. وعشان كده بقول شابوه ليهم بجد، للرؤساء اللي بيتحكموا في العالم. شابوه، عرفوا يلعبوا بينا صح. حبة برامج في تليفون ملوش اي لازمه بقينا مدمنينه. ده غير كمان ضيع الذاكره، وضيع النوم، وضيع حياتنا، وضيع شخصيتنا، وضيع كل حاجه كل حاجه. ولو اب وام راحوا قالوا لبنتهم ولا ابنهم شيل الموبايل، لا ازاي يعيط ويعمل. وانا عشان ارضي ولادي ادي لهم الموبايل تاني. كميه مجتمع ضاع. عيله 11 12 سنه 14 سنه تمشي عامله ولكنها مدام، من كميه الميك اب والضيق وتتحنجل وتتصور في الشارع ماسكه الموبايل كده وتتصور. احنا لا عارفين نبقى متدينين ايا كان دينك في العالم العربي عموما، ولا عارفين حتى نبقى متحررين. احنا لا عارفين نعمل الحريه كما صح كما هي، ولا عارفين حتى نعمل الدين كما هو. يعني انتوا عايشين ازاي؟ يقول لك ايه، بعد اذنك يا دكتور اطلع اتكلم في الموضوع من غير ما تتعصب. يعني انا ما اتعصبش في الموضوع زي ده ازاي؟ حد يفهمني بعد اذنكم، يعني ما اتعصبش في موضوع زي ده ازاي؟ استاذ محمد بيقول احنا اتربينا على الادب والاحترام، دلوقتي الاولاد بتبجح. ايه هو والله ولا عاد سلوك حتى للعيال اللي عندهم 25 سنه ولا انا 35 36 بالظبط. تعال العيال 25 سنه، تعال اللي تحتيهم 20 سنه، ولا اللي تحتيهم 14 سنه. يعني كل ما الجيل بيتطور او بيتغير، كل ما سلوكه ضاع، كل ما الوعي ضاع. انا ما فيش مشكله انك تعملي تيك توك، انا بعمل تيك توك مش عيب والله، بس اعمل حاجه محترمه بعملها بهدف. انا عن نفسي كدكتور اهو بعمل حاجه تيك توك ليه؟ بغرض الضحك، الابتسامه، بغرض ان انا اخرج طاقتي، ولما حد يشوفني يضحك. بس لما عيلة 11 12 سنة ولا عيلة تعمل، ولا 20 سنة، ولا أيا كان مستواك، اعمل مفيش مشكلة، خرج طاقتك بأي شكل. لكن ما تعمل، ما يبقاش فيه تعري، ما يبقاش فيه قلة أدب، ما يبقاش فيه عدم يعني عدم تربية وانحطاط وثقافة ضايعة. يعني أقول لكم إيه؟ يعني أنا بجد ومنتقبات أو منقبات موجودين على التيك توك، او واحده حتى عاديه لابسه النقاب لمجرد انها تستخبى. كل اللي ما غرضها بس تقعد كده، ابعت مش عارف ايه، ابعت ورده، ابعت مش عارف ايه، علشان تجمع فلوس وتكسب. بس خلاص احنا بقينا سلعه. طب اتكلم في الموضوع ده ازاي بهدوء بعد اذنكم؟ يعني حد يفهمني. يعني طب احنا نعمل ايه؟ ايه الحلول؟ انا اتكلمت في الفضائيات واتكلمت في السوشيال ميديا وعملت منشورات، وبقول يا جماعه ابوس ايديكم اعملوا توعيه لكل الموظفين اللي في البلد، اعملوا توعيه لكل الاسر، الابهات والامهات. ارجوكم لو سمحتوا خلي بالكم من عيالكم، ارجوكم لو سمحتوا انتوا نفسكم زودوا الثقافه والوعي. ارجوكم لو سمحتوا، اللي بيحصل ده كده احنا في خراب، والله احنا في خراب. الجيل اللي جاي ده جيل الأباحية، جيل ضياع الأديان، جيل ضياع الخلق بكل ما فيه. مش عايز اقول لكم الجيل اللي جاي ده، احنا اللي احنا فيه، اللي هم 12 13 سنة اللي طالعين دول خلاص. يعني لسه فيديو شايفه امبارح، واحدة عندها 50 سنة مذيع بيسألها بيقول لها آيات ايه؟ بتقول له ما اعرفش. طب نبيك مين؟ ما اعرفش. وخد من ده كتير. خلاص بقى ناس كبار، بقى ناس صغيرين، خلاص بقى مجتمع ضايع مسف. المدربة الجميلة شيماء رجب بتقول كلام صحيح جدا يا دكتور، محتاجين نهتم بأولادنا بجد، لأن الزرعة مش هنحصد غير اللي هنزرعه فيهم، ربنا يحفظهم. أنا مش عارف، يعني مستوى الإعلام ضاع. بدل ما نعمل
حب، بدل ما نعمل تربية، بدل ما نعمل توعية، بدل ما نفهم الناس تاريخنا الإسلامي، تاريخنا الحضاري، تاريخنا أيا كان تاريخنا. يا جماعة ده أمريكا عملت تاريخ لنفسها وهي ملهاش تاريخ. ده البلاعة بتاعتنا أقدم من أمريكا نفسها. إيه يا جماعة في إيه؟ ده الإمارات عملت لنفسها حضارة جديدة، وإحنا اللي بقالنا 7000 سنة وأكتر مش عندنا إعلام كما يجب. ده احنا ما فيش غير 2 3 بتوع سياحة، وهم مش بتوع سياحة أصلا. 2 3 طلعوا دلوقتي بدأوا يعملوا سياحة لوحدهم. شابوه ليهم. اللي اسمها أسماء وغيره وغيره، في 2 3 معروفين كده. اللي كان متجوزها معاذ مسعود وأستاذة أسماء، إنسانة كده بشوشة حب. فين الإعلام بتاعنا؟ فين مستوى التعليم بتاعنا؟ فين وزارة السياحة ما تطلع شباب زي الورد كده؟ ده البنت الطباخة اليمنية ولا السعودية جت مصر قالت تو كم حبيبي ايجيبت. كلمة دي بقت سياحة لوحدها، عملت سياحة لوحدها لمصر، خلت العالم كله يتفرج بس على الفيديو 5 دقايق. انتوا فين؟ انتوا فين؟ الناس اللي قاعدة على الكراسي دول فين؟ الأهالي اللي قاعدين في البيوت دول بيعملوا ايه؟ فين ولادهم؟ فين؟ يعني انا لما الاقي الانتشار في الشارع في الاعياد او غير الاعياد، حد الساعه 2 3 بالليل في الشارع، بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ مش خايفين على عيالكم؟ يعني مش عارف في ايه؟ في ايه بجد؟ هو انت عشان بس تذيعي ولادك من الشقه تطلقهم في الشارع بعد كده تقول لي يا عيني ده راح شم بودره ولا عمل ادمان ولا عمل ولا بقى قليل ادب؟ ما انت سبتيه اصلا، انت سبتيه اصلا. ايه يا جماعه؟ ما تفوقوا، ابوس ايديكم، ابوس ايديكم فوقوا. حبه عيال 12 13 سنه ماسكه التيك توك واللي ماسكه الكواي واللي ماسكه تقول لك اوتفيت ايه؟ اوتفيت ايه؟ ايه تلبس طقم بتاع شورت بتاع بامبس لسه قلعاه من كام سنه وتقول لك اوتفيت انا جايباه من مش عارف مدينه نصر واللي جايباه من روكسي واللي جايباه مش عارف ايه. اوتفيت ايه؟ وايه الاكواد اللي طالعه دي؟ خلاص اتخرجتوا مش عارفين تدخلوا تتكلموا على الماسنجر او على الواتس وتقولوا انا بحبك او انا بحبك. خلاص ايه حكايه الاكواد اللي طالعه جديده دي؟ خلاص هيخليكم خرص اكتر ما انتوا خرصانين؟ هيبقى عندكم انفصام اجتماعي اكتر ما انتوا عندكم انفصام اجتماعي؟ طبعا انتوا كلكم ايه الراجل ده بيتعصب ليه؟ هقول لك عشان لان سلوك ضايع، وعي ضايع، ادراك ضايع، تربيه مفيش، ابهات وامهات مش موجودين اصلا. اذا جيل اصلا اللي جاي مش موجود اصلا. حقيقي شابوه لملوك العالم، شابوه لكل اللي بيحكموا العالم وعارفين ازاي بيعملوا. خلوا المجتمع العربي كله ولا يكن عرفوا يلعبوها صح. انا شابوه، انا مش عارف اقول ايه. كمية ذكاء ان يلعبوا بينا. يقول لك ايه؟ ما تتعصبش. اتعصب ازاي؟ يعني ما اتعصبش ازاي؟ واحد بيتكلم في تربيه وسلوك، والتربيه والسلوك كله ضايع. اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ مجتمع فعلا مش هينفع يتغير، الشكل اللي احنا فيه ده مش هيتغير. واحد بتاع صحه نفسيه والنفسيه بتاعت الناس اصلا بايظه وسلوكها ضايع وادراك ضايع وكله. اقول لكم ايه؟ ودايما بختم كلامي في اي موضوع خاص بالسلوك والتربيه ان ساعات الزغلول يقول لك ايه؟ مفيش فايده. هو فعلا مفيش فايده. طب انت طالع تقول كلمتين حلوين زي دول ليه؟ اقول يمكن من وسط الناس ال10 ال13 واحد دول بيسمعوني واحد بس يتغير. يمكن اب والام يمكن يبقى عندهم توعيه، يربوا جيل صالح شويه. يمكن فيديو من دول اموت انا فيه مثلا دلوقتي وابقى صدقه جاريه عليا. ربنا يرحمنا بجد، ربنا يرحمنا. مش عارف اقول ايه غير ربنا يتولانا باللي احنا فيه ده. ربنا يتولانا. كفايه، اظن كفايه. رسالتي وصلت صح؟ ارجوكم لو سمحتوا ما يبقاش عندكم انفصام اجتماعي.
احنا في مهزلة. يعني ايه انفصام اجتماعي؟ اللي بيحصل دلوقتي. علشان اقول انا اي لاف اي او اي لاف ايه بحط كود 901 ولا 900 ومش عارف ايه. ليه؟ ما تخلوا الامور سهلة وبسيطة. لو بتحب حب واتكلم واتكلمي وقولي وغني واحكي وتعرفي وصاحبي وعيشي. الحب جميل، وانك تتواصل مع الاخرين اجمل، وانك تكون واضح وصريح مع الاخرين ومع نفسك اجمل. اللي انا بقوله ده ما فيهوش اي غلط. الغلط في تصرفاتكم البايخه. و بس اظن رسالتي وصلت. يا رب نفوق. سلام.